وصفتنا النهارده الطعمية المصري أو الفلافل، هنعملها بطريقة بسيطة وكمان يبقى لونها حلو أوي وطعمها حلو أوي، كمان تكون هشة جدًا معاكِ مش بتاخد وقت خالص في التحضير، كمان بنُص كيلو فول مدشوش هتعملي كمية كبيرة أوفر كتير من بنشتريها من المحلات وكمان أنضف كتير. أنا معايا نُص كيلو من الفول المدشوش، بانقعه ليلة كاملة وكل شوية باغيّر له المَيّة، يعني باغيّر له المَيّة كل شوية 3، 4 مرات، كل ما أعدّي عليه كده أغيّر له المَيّة، وكمان معايا حزمة من البصل الأخضر أو الكُرّات لو متوفر عندِك، وكمان نُص حزمة كزبرة. بعد كده هاجيب بقى الكبة بتاعتي وأبدأ أنزل بالخليط كده مع بعض، هاخد شوية من الفول وشوية من الكزبرة وشوية من البصل الأخضر وأضربهم كده الأول أطحنهم شوية، وبعد كده أنزل عليهم بالمَيّة بالتدريج، يعني في كل مرة معلقتين مَيّة بالكتير أوي، ما تكتريش المَيّة عشان كل ما تكتري المَيّة هتشرب معاكِ زيت لما تيجي تقليها. شايفين قوامها بقت حلو إزاي؟ أول ما ألاقيها بقت ناعمة خالص مش محتاجة أي مَيّة، مش هازود لها مَيّة تاني، زي ما قُلت لكم المَيّة بتخليها تشرب معايا زيت. بعد كده هاكمل بقى الكمية وكمان تضيفي عليها معلقة من التوم المفروم، أنا ضفتها في المرة التانية، يعني أنتِ تضيفيها في أي مرة على حسب الكبة بتاعتِك، المهم تحطي معلقة صغيرة من التوم المفروم مع الطعمية، بتدي طعم حلو أوي وريحتها كمان بتختلف جدًا، وأول ما بتحطي التوم بتلاقي الريحة بقت مختلفة خالص. أنا مش باحط ولا أي ملح ولا أي توابل في العجينة علشان ما تسودش، ولما آجي أستخدمها يعني كل ما أطلّع كيس أو آجي أستخدم الطعمية باحط عليها التوابل، باحط عليها شوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة، مش أكتر من كده، ولو مش عايزة تحطي كمون ما تحطيش. شايفين لونها حلو إزاي؟ ناعمة جدًا، بتبقى حلوة بقى من غير baking powder ومن غير أي حاجة ومش بتشرب معانا زيت، جربوها ومش هتندموا.